بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه فينغ، وده صاحب أكبر شركة في الصين، وده خلى ناس كتير عايزين يخلصوا منه، واستأجروا القاتل المشهور الإمبراطور تشينغ لأنه كان عايز يقتله. وبنشوف فينغ قاعد وسط المساعدين بتوعه بكل هدوء، وبيجيله المساعد بتاعه وبيبلغه إن الشركة بتاعته خسرت 10 مليار يوان، وكالعادة مش بيهتم. المهم إن فينغ كان عارف بأمر الاغتيال ده وكان قاعد مستنيه أصلا، بس ابنه الغبي كان فاكر إنها لعبة، واستحل الإمبراطور تشينغ يدخل وسط الحرس من غير ما حد يكشفه. وبيظهر قائد الحرس وبنعرف إن ده أصلا الإمبراطور تشينغ، بس كان متنكر علشان يقدر يدخل القصر من غير ما حد يكشفه. وكالعادة ابن فينغ ما كانش فاهم حاجة، وكان فاكر إن قائد الحرس بيهزر، بس تشينغ بيقول له أنا واقف قدامك أهو، وريني هتعمل إيه. فبيفهم فينغ إن الشخص اللي ابنه أجره علشان يحميه هو أصلا الإمبراطور تشينغ، وكل الحراس بيبقوا معاه وبينفذوا كل أوامره. وطبعا فينغ بكل هدوء بيقول له هو انت فاكر انك تقدر تقتلني بالسهوله دي؟ فبيقول له تشينغ ان امر الاغتيال خلاص صدر، وانت مش هتشوف شروق الشمس مره تانية. في الوقت ده بتدخل بنت الرئيس فينغ وبتنادي تشينغ باسمه الحقيقي مانغ، وبنعرف ان هو كان معاها في المدرسه الثانويه، ولما شافت صورته على طول اتعرفت عليه وقالت لوالدها، وبتقول له ان الحادثه اللي حصلت لابوك في الوقت ده ابويا ملهوش دعوه بيها، دي كانت مجرد حادثه. فبيأمرها فينغ تسكت خالص، حتى لو ما كانتش حادثه هو مش هيصدق ده، وخلاص طالما جه برجليه يبقى حكم على نفسه بالإعدام. فبيضحك تشينغ وبيقول له إن موته سهل بالنسبة لي، وعمل الموضوع ده كتير، حتى بص الأسهم شركاتك كده. وبيبص المساعدين فعلا وبيتفاجئوا إن هم خسروا 30 مليار مرة واحدة، يعني على الفجر هيخسروا كل حاجة. وطبعا فينغ لما بيسمع الكلام ده بتجيله سكتة قلبية وبيموت. وبيتعامل تشينغ مع باقي الحراس بكل سهولة، وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيقتل ابن الرئيس فينغ كمان. طبعا بنت فينغ بتبقى مش مصدقة اللي حصل، وبتسأله ليه عملت كده؟ فبيمسك السكينة وبيقتل نفسه، وبيفوق يلاقي نفسه رجع للمدرسة الثانوية من تاني وهو في امتحان اللغة الإنجليزية، وبيبقى مش مصدق اللي حصل، وبيفضل واقف مكانه مذهول. وبيقول له المدرس إن دي فرصته الأخيرة، لو ما نجحش هيطرد من المدرسة. وبيبقى بطلنا مش مصدق لأن هو كان بيسافر للمستقبل، والمستشفى اللي كان بيشتغل فيها مش بترجع للماضي. فبيفرح مينغ جدا لأن أبوه ومامته لسه عايشين، وكمان يون حبيبته لسه معاه. وبنعرف إن هي كمان انتحرت بعد فترة بسبب الاكتئاب، وبيقرب بطلنا منها بسرعة وبيحضنها قدام الكل. طبعا البنت بتضربه بالقلم على تصرفه ده، والمرة دي بيقرر ان هو يحمي ابوه وامه من الرئيس فينغ. ولما المدرس بيجي يضربه بيمنعه مينغ، وبيقرر يعمل معاه صفقة، لو هو طلع من العشرة الاوائل في المدرسة يستقيل، ولو ما نجحش في الامتحان مينغ هو اللي هيسيب المدرسة. وفي المستشفى بيفوق زي ابن الرئيس فينغ، بيبص على التاريخ بيلاقي نفسه في سنة 2013. المهم ان زي لما بيفوق ما بيبقاش مصدق اللي حصل خالص، وبيحاول الممرضين يهدوه بس مش بيقدروا لحد ما بيجي ابوه فينغ واخوه، وبيشوفهم قدامه وبيبقى مش مصدق عينه لان هم اصغر من سنهم الحقيقي، وبيغمى عليه من كتر الصدمه. وبيفوق بيلاقي ابوه جنبه وبيضربه بالقلم، وبيقول له ان دي غلطته علشان سابه يدرس بره ووفر له كل حاجه، وعلشان كده هترجع لقسم المبيعات، ولو ما حققتش مبيعات كويسه هطردك من المجموعه كلها. وبيحاول زي يشرح لاخوه ان هو جاي من المستقبل وعمره 32 سنه، بس طبعا محدش بيصدقه وبيفتكروه مجنون. بس لما زي بيقعد مع نفسه بيفتكر ان في السنه دي اخته جينغ كانت في الثانويه العامه، ومينغ هو كمان معاها في نفس الصف. وبيقعد مينغ يفكر ان حبيبته يون ماتت قبل اختبار الكليه بشهرين، ودلوقتي هو قدامه شهر واحد بس علشان ينقذها. وبيحاول يتكلم معاها بس بيتدخل المتنمر تشاو، وبيحاول يبين نفسه جامد قدام يون بس بتسيبه وبتمشي. ولما بيحاول يضرب صاحب مينغ بيضربه مينغ بالقلم وبيسيبه وبيمشي. ومش بيكتفي بكده، لا ده كمان بيسرق العجله بتاعته وبيمشي بيها، لحد ما بيفتكر كلام جينغ اللي قالته في المستقبل ان هو مصاب بالسرطان ومات بعدها بسنه كده، كل مره بيموت فيها بيتولد من جديد. وفي الماضي بيفضل مينغ ماشي ورا حبيبته يون، وبيقول لها ان هي قبل ما تيجي المدرسه ما كانتش وحيده، وبيسالها اذا كان في سبب لده. فبتقول له يون انت عايز ايه بالظبط وتعرف عني ايه؟ وبيرد مينغ عليها ان هو من شهر كان بينتحر من على جسر تشينغي، بس هي انقذت حياته وعايز يرد لها الجميل. فبتقول له يون الاحسن تبعد عني خالص وما اشوفش وشك تاني. بيضحك مينغ على كلامها وبيقول لها طالما رجعت فلسه في وقت لكل حاجه. بعدها بيتمشى بالعجله وبيقابل مجموعه بلطجيه بيحاولوا يصوروه علشان يبانوا جامدين وكده، فبيمثل عليهم ان هو طالب فقير ومعهوش فلوس علشان يسيبوه وما يدخلش في مشاكل. وفعلا بتنجح خطته، وبنفهم ان مجموعه البلطجيه دول تبع زي. وبيبقى مينغ مش فاهم بيستهدفوه دلوقتي ليه، لان مفيش بينهم
بينهم أي عداوة في الوقت الحالي. وبعدها بيروح على بيت أبوه وأمه وبيلاقي رجالة عم مينغ بيضربوهم وعايزين يطردوهم من البيت، وبتقول والدة مينغ لابنها يدخل جوه علشان ما يدخلش في مشاكل، بس مينغ بيصمم يتحداهم وبيقول لهم إن هو هيجيب لهم 2 مليون في خلال 3 أيام. فبيضحك عمه باستخفاف وبيقول له لو جبتهم أنا هلحس التراب، وبيسيبه وبيمشي. وأهل مينغ بيلوموا ابنهم إن هو عمل كده علشان هم مش معاهم فلوس يتحملوا كل ده، فبيطمنهم مينغ إن هو فاز بجايزة ومعاه 3 مليون يوان. وبعدها بنشوف زي في المستشفى ورجالته بيوروا له الفيديو اللي صوروه لمينغ، وبيحس زي إن في حاجة مش مظبوطة وإن مينغ أكيد بيخطط لحاجة كبيرة أو سافر بالزمن زيه وعارف اللي حصل. وبيكلم أخته جينغ وبيقول لها إن هو عايزها في حاجة مهمة. وبيقعد بطلنا مع باباه ومامته وبيطمنهم إن الفلوس هتيجي بكرة ومحدش هيزعجهم مرة تانية. فوالدته بتقوله إن هو لو جاب درجات كويسة هيروح لجامعة كويسة والمدرس وانغ مش هيضايقه مرة تانية. فبيقول لها مانغ إن هو مش هيضايقني تاني بس انتي ما تديهوش فلوس. تستغرب والدته جدا وبتقوله عرفت منين؟ فبيتوه مانغ على الموضوع وبيقول لها إن هو عاوز ياكل من إيديها. وبيروح بالليل لجينغ بنت الرئيس فانغ علشان يدرس لها، بس المفاجأة إنه بيلاقيها بتجفف شعرها وشكلها جميل جدا وبينبهر بجمالها، بس فجأة بيجي خطيبها ليو وبيطلب منها فلوس كتير. ولما بيحاول مينغ يدافع عنها بيتخانق خطيبها معاه، بس جينغ بتطلب من مينغ يمشي ويجي بعدين. المهم إن جينغ بتقدر توزع ليو بس بيوعدها إن هو هيجي بكرة ياخد الفلوس. ولما بيطلع من عندها بيلاحظ إن الموتوسيكل بتاعه منور وبيلاقي مينغ واقف جنب الموتوسيكل وبيضربه في وشه وبيخليه يعترف بالحقيقة. وبيقول ليو إن هو خطيب جينغ وعرفوا بعض قبل ما تسافر بره، وجه علشان ياخد منها فلوس المرة دي علشان من سنتين كانت شركة مامتها مفلسة وهو ادالها أكتر من 1,000,000 يوان، بس برضو الشركة أفلست ووالدتها في المستشفى وهو كان شغال في شركة والدتها أصلا. فبيأمروا مينغ ما يقربش من جينغ مرة تانية وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح مدرسته عادي ولا كأن حاجة حصلت، وبيلاقي تشاو واقف هو ورجالته وبيأمروا مينغ ينحني ليهم، بس مينغ بيفكروا باللي حصل على الطريق وإن هو ممكن يبلغ الشرطة هو كمان، وبيأمر تشاو ينحني ليه. وفعلا بينفذ تشاو الأمر وبينحني ليه. وبتيجي يون وبتطلب من مينغ يتعشى معاها بعد المدرسة، وبيبقى الكل مش مصدق ولا حتى مينغ. وبتبدأ أول حصة وبيبقى كل اللي شاغل تفكير مينغ هو الفلوس وإزاي يجيبها، وبيفكر في تشاو لأن أبوه غني وعلى طول بيديله فلوس. وتوتره ده بتلاحظه يون وبتقول له يسكت شوية، فبيحاول مينغ يقنعها بيه وإن هو عاوز يساعدها مش أكتر، بس بتقول له سيبني في حالي. وبيفهم مينغ إن هي لسه مش واثقة فيه، وبيفتكر إن كان ليها صاحبة مقربة بس قررت تدرس بره بعد امتحان القبول، وبيلاقيها بتقرأ كتاب لرسام مشهور بتحبه فبيقرر يرسمها ويديها الرسمة بكل حب، وبيقول لها إن هي أحسن بنت في عينه وبياخد صاحبه وبيمشي. وبعدها بيقابل تشاو وبيطلب منه 50,000 فبيديله تشاو بطاقة باباه اللي فيها 100,000، وبيبقى كل أصحابه مش فاهمين هو إزاي اداله الفلوس دي كلها بالسهولة دي. المهم إن بطلنا بعد كده بيروح لبازار غالي وبياخد زهرية بأقل من سعرها بمراحل، وبتوصل بنت الرئيس التنفيذي لشركة تيان فانغ اللي اسمها تشو، وبيقول عنها مينغ إن هي بريئة قوي بس في نفس الوقت جمالها ساحر. المهم إن تشو بتنبهر بالزهرية وبتقرر تشتريها بأي تمن، فبيستغل مينغ الفرصة دي وبيضاعف تمن الزهرية ل 30 مليون يوان. وعلشان الزهرية أصلية فعلا بتقرر تشتريها بأي شكل، وفعلا بيبيعها لها مينغ وبينقلها للعربية بتاعتها، وكمان بتديله كارت شركتها علشان لو لقى حاجة زي دي يبيعها لها. فبيضحك مينغ وبيقول لها إن هم هيتقابلوا كتير الفترة الجاية. وبعدها بيروح على المدرسة وبيكتب اسمه على ورقة اختبار الرياضيات وبيسلمها على طول. وبيبقى تشاو مستغرب موقفه جدا لأن امبارح خد منه فلوس والنهاردة عايز يمشي من الامتحان. وبنشوف زي قاعد مع أخته جينغ وبيسألها عن مينغ وتصرفاته الفترة الأخيرة، فبتقول له جينغ إن هي مش عارفة لأن هي مش مهتمة بالرجالة، فبيطلب منها زي تعزمه على الغدا بس وهو هيتصرف في الباقي. وبعدها بيروح مينغ يقابل صاحبة يون اللي سافرت بره البلد، وبشوية ذكاء بيقدر يعرف منها سبب اكتئاب يون، وبنعرف إن هي شاركت في مسابقة غناء لشركة يوجي بس خسرت في آخر مرحلة وده خلاها وحيدة. وبيروح بطلنا لشركة يوجي وبيدخل غصب عن السكرتارية، وبنشوف رئيس شركة يوجي بيتكلم مع زي وبيأمروا زي يخلي يون تراقب مانغ وتبلغهم بكل تحركاته. بعدها بيقفل معاه زي التليفون وبيلاقي رئيس المبيعات بيأمره يقوم من على الكرسي بتاعه لأن هو دلوقتي مجرد موظف مش ابن صاحب الشركة. وبيبقى زي هيتهور ويضربه بس بيفتكر كلام والده إن هو هينقله لقسم المبيعات ولو سبب مشاكل هيطرده من المجموعة كلها، فبيرجع في كلامه وبيعتذر للرئيس. وبتيجي السكرتارية للرئيس
سو صاحب مجموعة يوجي، وبتقوله إن في مراسل صحفي واقف تحت وعايز يقابلك. فبيرفض الرئيس يقابله، تعتذر له السكرتارية. فبيسألها مينغ عن الباسورد بتاع شبكة الواي فاي، فبتقوله إن كلمة السر هي رقم التليفون الأرضي بتاع الشركة وكارت الشركة على الترابيزة. تيجي لمينغ فكرة إن هو يشتري جهاز كمبيوتر، وبيشتري أسهم في شركة يوجي، وبمجرد ما سعر الأسهم يرتفع الفلوس هتتضاعف 10 أضعاف في شهر واحد، وبعدها يسحب رأس المال ويتعاون مع تيان فانغ. ولما بيدخل مانغ البيانات المسابقة بيعرف إن يون كانت في المركز الأول أصلا، وبيستغرب إزاي ما كسبتش المسابقة. وبيوصل أبو وأم مانغ للبيت، وبيديلهم مانغ باقي الفلوس اللي كسبها علشان يعيشوا عيشة كويسة. وبعدها بنشوف تشاو وفي رجالة عصابات محوطينه وبيطلبوا منه فلوس، وبيحاول تشاو يتفاوض معاهم إن هو يديلهم نص المبلغ الأول، بس للأسف مش بيوافقوا. وفي الوقت ده بتبقى يون معدية بالعجلة بتاعتها، وبيصمموا ياخدوها معاهم. لحسن الحظ صاحب مانغ بيبقى موجود وبيبلغه باللي حصل بسرعة، وبيجي مانغ بسرعة وبيتفاوض مع العصابة وبيخليهم يسيبوا يون ويرجعوا لها حاجتها كلها وبتمشي. وبعدها بتحاول العصابة تاخده معاهم بالعافية. بيمسك زعيم العصابة من ايده وبعدها بيرميه على الموتوسيكل، وبيطحن رجالته واحد ورا التاني. وبعدها بيقول لزعيم العصابة ان دلوقتي هم متعادلين ولازم ينادوله بالاخ الكبير، وبيركعوا على رجليهم علشانه. وبعد ما بيمشوا بتروح له يون علشان تطمن عليه، فبيطمنها ان هو بخير، وبيطلب منها تعزمه على العشاء لو كانت حابة تشكره. بس طبعا يون مش بتوافق، وعلشان يقرب منها بأي شكل بيطلب منها توصله للبيت علشان العجلة بتاعته بايظة. وبتوافق يون، وبيبدأ يغني الأغنية اللي كانت بتغنيها في الحفلة. تتضايق يون جدا وبتعيط. وبعد ما بتوصله بيته بيقابلوا السيدة هان جارته، بس يون مش بتهتم بكلامهم وبتسيبهم وبتمشي. وبيتأسف لها مانغ عن تصرف يون، وبيقول لها ان هي بتحس بالاكتئاب في الفترة الأخيرة، بس هي شخصية طيبة. تاني يوم مش بيروح مانغ المدرسة، وبيتصل بيه صاحبه علشان يجي بدل ما المدرس يعمل له مشاكل. بس مانغ مش بيهمه كل ده، وبيقول له ان هو مش خايف. وفجأة بتحصل حادثة على الطريق، وبيساعد مانغ الراجل اللي في العربية واللي اسمه فانغ علشان يقوم، وبيعالج له رجله. وبعدها بيوديه المستشفى، وبيخلي الممرضة تتصل ببنته تشو. ولما بتيجي بتستغرب ان مانغ موجود هنا، فبيقول لها مانغ ان هو اللي جاب فانغ للمستشفى، وبتطلب منه تشو يروح معاها. تفضل تهزقه ان هو كل مرة يقف في طريقها ويتحجج انها صدفة، بس والدها بيقول لها ان مانغ هو اللي ساعده علشان رجليه ترجع كويسة، ولولا دلوقتي كانت رجليه اتدمرت خالص. تاخده تشو بره وبيلعبوا كونغ فو، بس مانغ بيتفوق عليها. وبعدها بتقعد تشو مع والدها، وبتقوله ان هي شاكة ان يوان هو اللي دبر الحادثة دي. وبعدها بنشوف زي مستني ابوه اخته، ولما بيوصلوا بيقول له ابوه انت هنا ليه؟ فبيرد عليه زي ان هو فاز بالرهان وعايز يتكلم معاه. وبيقول زي لابوه يخلي السواق يمشي من البلد النهارده قبل بكره، علشان لو فانغ عرف ان هم اللي مدبرين الحادث هيسبب لهم مشاكل كتير. وبنرجع لمانغ اللي بيوعد شو ان هو يساعدها في قتال عيلة فينج. فبينكر فانغ ان بينه وبين عيلة فينج عداوة لان بينهم شركات كتير. وبيضحك مانغ وبيبقى مش مقتنع بكلامه اصلا. فبيسأله فانغ عن هدفه وهيستفيد ايه لما يساعدهم. وبيقول له مانغ ان هو هيفتح شركة صغيرة وعايزه يستثمر فيها مش اكتر. فبيعرض عليه فانغ ان هو يديله 30 مليون مقابل الاخبار اللي هينقلها له. وبنرجع تاني لزي وهو قاعد مع باباه واخوه، وبيقول لهم ان مجموعة فانغ هتحول المنطقة القديمة في منطقة باوتا لمركز تجاري ضخم. فبيقلقوا جدا لانهم لو ما قدروش يوقفوهم شركتهم هتخسر كتير. وبنرجع لمانغ اللي بيقدر يقنع الرئيس فانغ بكلامه لما بيقول له خبر من المستقبل هيحصل خلال الاسبوع الجاي، ولو صح هيستثمر في شركته. وبيوافق فانغ على كلامه رغم اعتراض بنته تشو اللي شايفة ان مانغ شخص نصاب. فبيأمرها والدها تدور ورا مانغ كويس وتعرف عنه كل حاجة. تاني يوم بيروح مانغ المدرسة وبيحضر حصة التربية الرياضية، وبيحاول تشاو ان هو يتنمر على صاحب مانغ اللي اسمه هوزي ويهدده، بس مانغ مش بيسكت وبيوقفه وبيديله فلوسه اللي خدها منه، وبيأمره ما يزعجش صاحبه مرة تانية. وبيلاحظ مانغ ان يوم مش موجودة، فبيقرر يروح يدور عليها. فبيوقفه صاحبه هوزي وبيقول له ان عمها جه يسأل عليها في حصة الانجليزي، وواضح انها اتضايقت قوي لما جه. وبنشوف يون قاعدة في الفصل وحيدة وبتقطع الورقة العشرة، وبيروح مانغ يطمن عليها، بس كالعادة بتعامله ببرود وبتقوله ان اخر مرة انقذته فيها كانت عن طريق الغلط ومش لازم يعمل حاجة علشان ينقذها. وبتروح الحمام وبتفضل تعيط. وبعدها بتروح تقابل وو وبيأمرها تراقب مانغ بس بترفض، وبتقوله يروح لفينج ويقوله ان هي بتفضل الموت على انها تنفذ اوامره. وبتبقى يون بتسجل كل الكلام اللي بيقوله علشان تفضحه. وبيوصل مانغ وصاحبه هوزي للفندق وبيفضلوا يدوروا عليها في كل الاوض، وبتطلع يون التسجيل وبتهدده
وبيهددوا بيه، بس وو مش سهل وبيتهجم عليها، وبيوصل مانغ في الوقت المناسب وبينقذها وبيقول لهوزي ياخدها بعيد وهو هيتصرف. ومن ناحية تانية بنشوف زي بيوقع عقد جديد مع مجموعة تيام فانغ، والعقد بيبقى كبير جدا وبقيمة 70 مليون، بس كالعادة مدير المبيعات بيتهمه ان هو استخدم موارد الشركة من غير ما يوافقه وبيقرر يطرده. فبيضحك زي وبيقول له انا صاحب الشركة اللي انت واقف فيها دي، وبيوري له صورة مع العيلة وبيطرده من الشركة كلها. وبعدها بيتصل بوو، بس المفاجأة ان مانغ هو اللي بيرد عليه بعد ما ضرب وو وعلمه الادب. وبيفهم زي ان مانغ هو كمان سافر بالزمن وكده اللعب بقى على المكشوف. وبيقول مانغ لو انت عايز تشوفني كان ممكن تقولي وانا اجيلك، ما تبعتش ناس تتجسس عليا. فبيقول له زي ان دي معركة خطيرة وهو مش قدها ومستحيل هو لوحده يقدر عليه. فبيضحك مانغ وبيقول له انت وعيلتك كلها محدش فيكو هيقدر عليا، ومن النهارده العداوة مستمرة واقوى من الاول. وبيرمي التليفون على الارض. وبعدها بيتكلم زي مع اخوه وبيقول له ان عقد الشراكة معاه وان هدفه بسيط ان هو يدعم ابوه مش اكتر علشان عيلتهم تفضل فوق، وبيقفل معاه المكالمة. اما مانغ فبيسيب وو وبيمشي بعد ما بيتأكد ان هو مش هيقدر يأذي يون حبيبته مرة تانية. وبعدها بيروح مانغ ليون وبيقول لها ان شركة يوجي عملت مسابقة غناء من 6 شهور، ومن وقتها الرئيس وو شافك وحطك في دماغه انت وكل عيلتك، مش كده؟ فبتستغرب يون ان هو عارف كل حاجة وبتحذره ان هو مش هيقدر على عيلة فينغ، بس مانغ بيطمنها ان هو هيقضي عليهم قريب وفي اسرع وقت كمان. تاني يوم بتظهر نتائج الامتحانات وبتطلع يون الاولى ومانغ بيطلع التاني على المدرسة، وبيستغرب الكل لان هو مسلم ورقة الرياضيات فاضية، بس واحدة من زمايله بتقول ان هو اكيد اتفوق في باقي المواد. تيجي المديرة وبتقول ان امتحان مانغ تراجع من كل المدرسين والنتائج صح بنسبة 100%، وبيفرح هوزي جدا بالخبر ده. وبعدها بيستغرب المدير وبيسأل مانغ ليه ساب الورقة فاضية، فبيشاور على المدرس وانغ وبيقول ان هو السبب في كل اللي حصل، وبيمثل ان هو بيعيط علشان يكسب التعاطف من كل المدرسين. وبيفضل كل زمايل مانغ مستغربين اللي حصل، فبيأمرهم مانغ يركزوا في مذاكرتهم وبيفضل مركز مع يون اللي بتقوله ان هو شخص مختلف تماما. تاني يوم بنشوف الرئيس فانغ بيكلم السيد ليو علشان الشراكة اللي ما بينهم، وبنعرف ان ليو هرب بره البلد، بس برغم كده فانغ مش بيبقى قلقان لان دي مجرد مشكلة صغيرة. تدخل عليه بنت تشو بسرعة وبتوري له الخبر اللي مانغ قال عليه، فبيطلب منها فانغ تروح تدور على مانغ بسرعة. وفي المدرسة بتطلب جينغ من مانغ تعزمه على قهوة، وبيبقى الكل مش مصدق لان جينغ اغنى طالبة في المدرسة والكل بيحلم يصاحبها. ومش بس كده، ده كمان تشو بتوصل وبتبقى عايزة تاخده معاها، وواحدة كمان تبع وو، بس جينغ اللي بتصر في النهاية لما بتقوله ان هي عارفة ان هو الامبراطور تشينغ وبتاخده معاها في عربيتها. وبيخمن مانغ ان اخوها اللي باعتها، بس جينغ بتقوله ان هي عايزة تعرف حاجة عن ماضيها علشان من 6 سنين اتخطفت من البوابة الخلفية للمدرسة، وفي حد اتصل بالشرطة وقتها، وعرفت بعد كده ان الشخص اللي اتصل بالشرطة يبقى انت، وانت الوحيد اللي شفت وش الخاطفين، وانا عايز اعرف مين اللي خطفوني. فبيقول لها مانغ ان هو مش هيقدر يقول لها دلوقتي، بس تقدر تصبر فترة صغيرة وهيصارحها بكل حاجة. وتاني يوم بيبقى مانغ متأخر على المدرسة جامد، وبيلاقي رجالة فيه اللي ضربوا قبل كده عايزينه علشان رئيسهم عايز يشوفه في البار. ولما بيوصل للبار بيلاقي نفس الست اللي كانت راكبة على الموتوسيكل قاعدة في البار، وبيبقى الزعيم الحقيقي بيراقب كل اللي بيحصل من خلال الكاميرا. وبتقول له الست ان هي بتلعب معاه لعبة، ولو فاز هتروح معاه مكان ما هو عايز، واللعبة هي ان لازم يمرر السكينة من خلال صوابعه بدون ما يأذي نفسه. وبتبدأ الست اللعبة قدامه، ولما بيجي دوره بيحط رباط على عينيها وبيمرر السكينة بكل سهولة، وبتروح معاه البيت. وبعدها بيخرج الرئيس دونغ اللي كان بيراقبهم من خلال الكاميرات، وبيبقى مينغ عارف كل ده. ولما بتقدم له البنت مية بيرفض يشربها، وبيخلع كل الكاميرات الموجودة في الأوضة بعدها، وبيروح للرئيس دونغ بنفسه وبيهدده يقرب منه مرة تانية. ولما بيوصل الحراس بيلاقوا مانغ قاعد بكل هدوء، والرئيس دونغ بيمنحهم يأذوه بأي طريقة. وبيعلن الرئيس ان من النهاردة البار ده هيبقى باسم مانغ. ومش بس كده، لا ده كمان بيفتح ازازة نبيذ غالية جدا وبيشاركها معاه وبيوريهم العقد، وبيعترف ان استهداف مانغ كان بتوجيهات من الرئيس وو رئيس مجلس مجموعة يوجي، وان هو وعده لو خلص على مانغ هيدفع له تمن البار. ولما اكتشف مانغ الموضوع دفع ضعف المبلغ علشان يشتري البار. وبعدها بيسيبهم دونغ وبيمشي، وبيقول لهم مانغ لو وافقتوا تشتغلوا معايا يبقى لازم تطبقوا اوامري، والا يبقى تخرجوا من الباب ده وما اشوفش وشكوا تاني. وبنشوف وو وهو بيتكلم مع دونغ وبيعرف اللي حصل، وبيهزق زي ان هو لسه بيستخدم الحيلة القديمة مع مجرم خطير زي مينغ، وبيقرر ان خطته اللي جاية لازم تكون
تكون ضربة قاتلة. وبعدها البنت صاحبة الموتوسيكل بتروح لمينغ وبتطلب منه يعينها مديرة البار، فبيستغرب مينغ وبيقول لها وانا اعمل كده ليه، وبترد عليه البنت ان هي احسن حد فاهم المكان وهتثبت له ده مع الايام. فبيضحك مينغ وبيقول لها هنشوف، وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بيلاقي عربية الرئيس فانغ قدام بيته، وبتطلع ان هي تشو وجاية علشان تسأله عن الخبر اللي انتشر في الجريدة عن الاستثمار في رونغ تشينغ. فبيقول لها مينغ ان ده مش مهم، وان وانغ بنفسه هيروح لرونغ تشينغ الشهر الجاي، والرحلة هتكون يوم 25 كمان الساعة 1:10. تستغرب تشو جدا لان هي دورت في كل حاجة تخصه ومحدش عارف بيجيب المعلومات دي منين. وفجأة بتيجي السيدة هان علشان تزور مانغ هي كمان، تستقبلها مامة مانغ وبتعزمها كمان علشان تتعشى معاهم. تقعد هان معاهم وبتبقى عارفة تشو لان هم اتقابلوا قبل كده مرة واحدة، وبتعرض عليها فانغ تشتغل معاها لو حابة كمان، وكل ده علشان تكسب ثقة مانغ. وبعدها بيخرجوا يتكلموا بره، وبتوعده تشو لو جاب لهم معلومات اكتر فممكن يستثمروا فيه اكتر من 30 مليون يوان. وعلى العشاء بتفضل والدة مانغ تصر عليه علشان يكشف علاقته بتشو، فبيتوه مانغ على الموضوع وبيطلع الدرجات بتاعته، وبتفرح والدته جدا لأن هو طلع التاني على الفصل. ورغم كده أبوه بيقوله يخلي باله من تشو وما يظلمهاش معاه زي ما أمه عايزة. وبعدها بيروح زي يقابل أبوه وبيعرفه حقيقة مانغ. تاني يوم الرئيس فانغ بيزور زي في مكتبه علشان يوقعوا عقد جديد، بس فانغ بيرفض وبيتحدى زي، وفي نفس الوقت بيوصل مانغ مع تشو، وبيعرف زي إن هو الشريك الجديد لمجموعة رونغ شينغ. وبيهدد زي الرئيس فانغ بشكل مباشر إن هو مش هيرحمه، بس فانغ مش بيهتم وبيقول له يعمل ما بداله، وبيؤمر السكرتير يطلع زي بره. بس زي بيفضل يستفز في مانغ لحد ما مانغ بيجيب آخره وبيضربه بأقصى قوة عنده. وبعدها بيقعد فانغ مع مانغ وبيعرفه إن هو في صفه وهيفضل يدعمه للنهاية. وفي نفس الوقت بيروح زي لأبوه علشان يحكي له اللي حصل، فبيتعصب فانغ جدا وبيقرر إن هو يدمر مانغ، وبيقول إن هو عايز الكل يعرف إن فانغ هو الملك ومحدش يقدر يعارضه. وبتاخده تشو للمكان اللي بتتدرب فيه، تأمره يقاتلها، والمرة دي بتبقى أقوى منه وبتخليه يستسلم، وبتسأله إزاي يعرف كل المعلومات دي. فبيقول لها إن هو رجع بالزمن 10 سنين لورا، سواء صدقتي أو لا فدي الحقيقة، وإن هو كمان عارف كل شخصية بتحب إيه وبتكره إيه. تصل هان بمانغ وبتقوله يجي ياخدها من الفندق، وبيطلع إن هي كانت هتعمل مقابلة مع مدير وو، بس المدير نواياه وحشة وكان عايز يتهجم عليها. وبيوصل مانغ في الوقت المناسب وبينقذها. وفجأة هان بتشوف خطيبها ليو في الشارع وبتقوله هو أنت هنا ليه؟ فبياخدها ليو على جنب وبيقول لها خرجتي مع الواد ده ليه؟ وبترد عليه هان وانت مالك؟ وبيحاول ليو يستنجد بالمدير وو، بس طبعا من غير أي فايدة، لا وكمان بيخلي المدير وو صديق ليه. تستغرب هان جدا وبتسأله عمل كده ازاي، فبيقول لها انه عارف انه بيخون مراته وهدده. تضحك هان لان الكل عارف الحكاية دي، وبيطلب منها مانغ تبقى المديرة التنفيذية للشركة بتاعته اللي هيفتحها في خلال يومين. وبعدها بيعمل مانغ صفقة كبيرة وبيشتري مصنع التقطير اللي عيلة فانغ كانت هتشتريه، وبيطمن ان دلوقتي مش هيقلق من المستقبل. تاني يوم بياخد مانغ هان علشان يوريها المجموعة الجديدة بتاعتها، وبيبقى ده القصر القديم لعيلة فانغ، وبتطمنه ان هي هتلاقي له افضل الموظفين طالما الراتب كويس. تسأله هان عن هدفه، فبيقول لها انه عايز يقضي على عيلة فينغ. تعترف له هان ان قبل ما تقابله كانت مرهقة من ضغوط عائلتها وكمان خطيبها، لكن بعد ما قابلته الوضع اتغير تماما، وبالنسبة ليه كان الموضوع سهل، بس بالنسبة لها كأنها اتولدت من جديد. وبيجيله اتصال من المديرة بتاعت البار وبتقوله ان هي عايزة تقابله ضروري، ولما بيوصل لهناك بتديله تقرير لحالة البار وكل العملاء الVIP. وبعدها بيجيلها اتصال ان مالك البيت قرر يطردها هي والأطفال اللي اتبنتهم، وبتقول لفانغ الوضع كله، فبيصمم ان هو يشتري لها بيت هي والأطفال وبتنبسط بيه جدا. وبعدها بيروح يطمن على حال الشركة من هان، وبيلاقي كل حاجة كويسة وشغالة كويس جدا، لدرجة إن في شركات كتير حابة تتعاون معاهم. بس امبارح كذا عميل سحب الاقتراح ده والأعمال بدأت تتأثر بالسالب، وبيطمنها إن شركة تيان فانغ خدت خطوة هي كمان علشان تدعمهم. باختصار كده الحرب بدأت، وعلشان كده هو هيبيع كل الممتلكات بتاعته بسعر عالي
علشان يبين لعيلة فانغ إن هو خلاص بيستسلم وفي الوقت المناسب هيضرب ضربته القاضية. وتاني يوم بيروح مانغ مع تشو علشان ينفذوا خطتهم وياخدوا السوق من عيلة فانغ، وبينجح مانغ وبيقنع الرئيس بخطته بكل سهولة. بس رغم كده بيقرر إن هو يعمل منافسة بين زي ومانغ، وبيقول لهم إن أكتر واحد هيستحوذ على أراضي هتعاون معاه. وبعدها بنشوف الرئيس فانغ متعصب قوي لأن عمر ما حد نفسه على حاجة، ودلوقتي حتة عيل صغير يعمل كل ده، وعلشان كده بيقرر يتعامل مع الموضوع بنفسه. وبيتعصب الرئيس فانغ هو كمان لأن شركته مش صغيرة ومحدش راضي يتعاون معاهم، وبالمعدل ده مش هيقدروا يستحوذوا على قطعة أرض واحدة. بس كالعادة مانغ بيبقى عنده الحل، وبيقول لفانغ إن هم هيستخدموا ظلم عيلة فينج ضدهم ويقدروا يستحوذوا على السوق كله من بكرة. وبعدها بياخد مانغ تشو علشان توضح إن مفيش بينه وبينها أي حاجة غير شغل وبس. بس تشو بتغير كلامها وبتقول إن هم دلوقتي مرتبطين. تيجي يون هي كمان لبيت مانغ وبتطلب تتكلم معاه وبتشكره لأن هي عرفت إن كل ضحايا عيلة فينج قدموا قضايا ضدهم، وهي كمان هتعمل زيهم. وبتقول لمانغ لو احتجت شهادتي في أي وقت أنا موجودة. تطلب منه يحضنها للمرة الأخيرة، وفعلا بيحضنها قدام تشو. ورغم كده تشو مش بتهتم وبتقوله لو عندك خطط جديدة ابقى قولي، وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بيقابل الآنسة جينغ، تبقى شاكة ان في حد بيراقبها وبتقوله ان هي جت علشان تقوله ان اخوها قرر يقضي عليه بشكل نهائي ومن غير اي رحمة، وجت هنا النهاردة علشان تعرف مين اللي خطفوها زمان. بس رغم كده مش بيرضى مانغ يقول لها، وبيقول لها ان الوقت المناسب لسه ما جاش، وبيساعدها علشان وقعت على رجليها. وبعد كده بتوصل هان البيت في الوقت ده وبتتحرج جينغ جدا وبتقرر تمشي. وتاني يوم بيروح مانغ مع جينغ علشان يقول لها حقيقة اللي خطفوها، وبيديلها ملف فيه كل جرايم عيلة فينج، وبيقول لها ان الحقيقة كلها موجودة جواه، بس لازم تفكر في الموضوع كويس لان بمجرد ما تفتح الملف ده هتبقى واحدة تانية خالص. وبتفتح الظرف وبتتصدم ان فانغ مش ابوها، وكمان خد كل اسهم مامتها وموتها بحسرتها. وطبعا جينغ مش بتصدق كل ده، فبيديلها مانغ السلسلة اللي كانت مع والدتها، وبيقول لها ان الاختيار اختيارك. ووسط ما عيلة فانغ فرحانة بكل الانجازات اللي حققتها، بيصدر قرار من الشرطة باعتقالهم، ومش بتصدق يون نفسها لحد ما بتشوف القرار في التلفزيون. وبيأسس مانغ شركة جديدة مع الرئيس فانغ وبنته تشو وبيفتحوها أخيرا. بس للأسف هي فرحة ما تمت. بيقدر زي يهرب من السجن وبيخطف أبو وأم مانغ، وبيطلب من مانغ ينزل على ركبته، وفعلا بينفذ كلامه. وبعدها بيحاول زي يوقع مانغ من ارتفاع عالي، بس مانغ بياخد زي معاه وبينزلوا على الأرض ميتين. وبيفوق مانغ في المستقبل وتحديدا في سنة 2023، ودي نفس السنة اللي شخصوه فيها بإنه مريض سرطان. بس المرة دي بيلاقي باباه ومامته جنبه، ومعنى كده إن هو نجح في تغيير الماضي. كده يكون خلص المسلسل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في ملخصات جاية كتير. سلام.